برج العقرب، لو الشمس موجوده في برج الحوت ده برج مائي، وبرج العقرب من الابراج المائيه، فمعنى كده ان هو برج صديق ليك، يبقى انت من اكتر الابراج حظا هذا الشهر. دي كده احنا انتهينا منها. الشمس موجوده في بيتك الخامس اللي هو برج الحوت، وعطارد كمان موجود في بيتك الخامس لغايه يوم 10 مارس. بعد كده هيتنقل لبيتك السادس اللي هو هيكون بيت الصحه بتاعك. اما المريخ فهيكون في البيت الخامس، وهنا هيكون في تغييرات في الحظوظ في اول 10 ايام من الشهر. عندك حظوظ في العلاقات وفي العمل لو بذلت مجهود، يعني لو عملت المجهود المناسب في المكان المناسب هتاخد عنه نتيجة كويسة. عندك دعم كبير في آخر 10 أيام من فبراير، وعندك كمان أول 10 أيام من مارس هتبدأ دعم أكبر، خصوصا من يوم 11 مارس هيبقى الدعم أكبر وأكبر. على فكرة انت عندك عودة للرومانسية القديمة يا برج العقرب، عندك عودة علاقات قديمة، عندك حسم في بيت العلاقات بتاعك. ممكن يكون عندك بعض المشاكل مع الشريك الحالي، ممكن يكون عندك بعض المشاكل في بيتك، ممكن يكون عندك حاجة بتخص ابن صغير أو طفل صغير في الأسرة، ابن أخت، أخ صغير، ابنك، حاجة بتخص حد من أمور عيلتك أنت مهتم بيه جدا الفترة دي، وحاجة هتبقى شاغلة تفكيرك جدا في خلال شهر مارس بخصوص حد من الأطفال في العيلة بتاعتك. بس إن شاء الله بإذن الله الدنيا هتعدي على خير. هتنشغل شوية عن الناس اللي حواليك بسبب شغلك، لأن أنت هتبقى حاطط طاقتك كلها في أمور عملك، وده ممكن يسبب أزمات مع شريكك العاطفي وشريكك الرومانسي. هيبقى عندك بداية لعلاقات، بس علاقات اللي هي علاقات يعني سريعه، اللي هو تتعرف على حد النهارده وبعدين خلاص بكره ما يبقاش في بينك وبينه كلام. يحصل النهارده مثلا بينك تنزل تاخد قهوه مع حد، تنزل تتعشى مع حد، تنزل تفطر مع حد، تتغدى مع حد، وبعد كده خلاص ما تتقابلوش تاني. هتبقى فتره فيها شويه تقلبات مزاجيه وتقلبات عاطفيه يا برج العقرب، هتكون مستمره معاك شويه، لان انت عندك مشاكل في بيت العائله او في بيت العلاقات بتاعتك او في بيتك الرومانسي، وده السبب اللي هيخليك تبتدي ان انت تسترجع علاقات من الماضي، وتحاول ان انت تواصل علاقات من الماضي وتتواصل مع اشخاص انت انقطعت عنهم. هتحاول كمان ان انت تسترجع حتى لو انت ما حاولتش تتواصل معاهم، بس هم متواصلين معاك عقليا، وانت كمان هتحاول ان انت تفتكر حاجات معينه من حياتك السابقه. شريك الحياه عندك معاه مغامرات، على فكره في عندك مغامرات زي ما قلت، العلاقات العابره، وعندك تغيير في المشاعر، وعندك أقنعة هتسقط، وعندك مش هتهدى غير في الفترة دي غير لما هتوصل للحقائق عن بعض الحاجات اللي انت اصلا بتحاول تدور على الحقائق بتاعتها. في قرارات متسرعة هتاخدها، فخلي بالك جدا جدا يا برج العقرب. بداية من 23 مارس بانتقال المريخ من برج الحوت، بانتقال المريخ من برج الدلو وهيروح على برج الحوت، انت هيبقى عندك قرارات متسرعة جدا، هتبقى اهوج في اتخاذ القرارات. حاول ان انت ما تعملش ده، لان انت ممكن تخسر ناس مهمة في حياتك، خصوصا انك في الفترة دي هيكون عندك توتر وهتكون عصبي جدا يا برج العقرب. انا بحذرك من دلوقتي، احذر من خسارة ناس ابتداء من تاريخ 23 مارس، لان الفترة دي هتكون فترة صعبة جدا جدا معاك يا برج العقرب، خصوصا ان هيكون الشمس هتكون موجودة في بيتك السادس اللي هو في برج الحمل، وده ممكن يسبب لك شوية ضغط نفسي، وممكن يبقى بيتك السادس اللي هو بيت الصحة. بيت الصحة هنا فممكن يبقى عندك ضغط نفسي، يعني انا هنا بتكلم عن الصحة النفسية مش بتكلم عن الصحة البدنية. حاول ان انت تكون هادي شوية، ما تاخدش قرارات سريعة، ما تاخدش حاجات سريعة، لان فعلا الفترة دي هتكون فترة صعبة. اي خساره هتحصل مش هتعرف تعوضها مره تانية، وهتندم عليها جدا جدا. حاول ان انت تحافظ على علاقتك بالشريك، حاول ان انت ما تقحمش نفسك في مشاكل انت في غنى عنها، حاول ان انت فعلا تركز في امورك العمليه وفي امورك الماديه، لان انت عندك مكاسب الفتره دي، حاول تستفيد منها. عندك توقيع لعقود جديده، وعندك كمان امر لسفر بيتفتح، او عندك فيزا بتحصل عليها، عندك تاشيره انت كنت عايزها، حاجه بتخص امور الهجره هتتم معاك ان شاء الله يا برج العقرب. وان شاء الله باذن الله يكون شهر سهل وسلس وبسيط، ويعدي عليك بهدوء، تكون شخص هادي فيه جدا جدا، تقدر تستفيد من طاقة الزهرة اللي موجودة في برج الحوت، وبعد كده هتنتقل لبرج الحمل بعد فترة طويلة، لكن هي دلوقتي هتكون موجودة في برج الدلو وبعدين هتروح على برج الحوت. حاول ان انت تستفيد من كل الكواكب دي، وحاول ان انت تستفيد من مواقع للكواكب اللي موجودة في بيتك الخامس والسادس، دي اماكن داعمة جدا ليك وتخليك توصل ان شاء الله للي انت نفسك فيه واللي انت عايزه. شكرا ليك يا صاحب برج العقرب، واتمنى لك يا رب العالمين ان ده شهر يكون شهر سعيد عليك على كل الاصعدة، مش بس الصعيد العملي والمادي، لا على كل حاجة يا رب، المادية والعملية والرومانسية والنفسية وكل حاجة، وتقدر تحقق فيه كل أحلامك والحاجات اللي أنت نفسك فيها. شكرا ليك يا صاحب برج العقرب، وأتمنى لكم يا رب العالمين شهر سعيد وحياة سعيدة. استودعكم الله.